السلام عليكم. ازيكم يا جدعان؟ إيه الاخبار؟ ده بس نظبط القعده كده علشان ايه، عشان اول مره اجرب الاضاءه بالطريقه دي. ايا يكن، المهم، ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ انا قررت ان انا الفيديو يكون المحتوى ده في اول يوم اجازه حقيقي ليكو، وده لان انا حاسس بيك. انا حاسس بيك وعارف احساس انك تاخد ثانويه عامه في سنه كمان. طب ليه انا حاسس بيك؟ لان لو انت ما تعرفنيش فانا كنت مأجل ثانويه عامه برضه، خدتها على 2021 2022، سنتين. فعديت بنفس اللحظه اللي انت بتعدي بيها دلوقتي دي، وهي ان انا كل الناس خلصت ثانويه عامه، يعني اخر امتحان خلص، العيله تبدا تجهز بقى للجامعه وخلاص، يعني كله بيستعد لرحله جديده، وانا لسه معايا سنه كمان في ثانويه عامه، لسه ما خلصتش، لسه هستعد للمواد اللي انا مأجلها، هستعد للدروس، اشوف مين مدرسين افضل، هشوف هعمل ايه في السنة التانية، هبدأ ازاي بداية جديدة نظيفة في ثانوية عامة عشان اكمل واحقق حلمي او احاول احقق حلمي. اللي هو انا لسه معرفش النتيجة، ممكن النتيجة تيجي تصدمني، تقول لي مفيش تحقيق احلام، انت خلاص السنة التانية دي هي تضييع وقت. فعلشان كده انا قررت ان انا اعمل لك الفيديو ده في البداية كده، في بداية الاجازة. فروح جاهز حاجة تشربها وتعال عشان نقعد نتكلم مع بعض. فيديو من غير مونتاج، قاعدين مع بعض كده بنحكي. وما تنزلش بقى، تنساش بقى تنزل تعمل لايك، تعمل كومنت، تعمل سبسكرايب لو انت مش عامل سبسكرايب. مش عايز تعمل حاجة من الحاجات دي، ما تعملش حاجة براحتك يعني. ف يلا نبدأ نتكلم. اللحظة دي يا جماعة بيبقى الموضوع صعب فعلا. انت شايف الناس كلها فرحانة بان هم خلاص خلصوا ثانويه عامه، وان هم خلاص رايحين بقى رحله جديده وهيبداوا بدايه جديده، وانت لسه عايز تجهز نفسك لثانويه عامه من تاني، للمواد اللي انت اجلتها من الاول. انا زيك كده كنت مأجل عربي ومأجل انجليزي، وكنت في الانجليزي انا كنت مذاكر الماده واجلتها في الامتحان، فاللي هو الموضوع كان صعب يا جماعه. ولكن انا بالنسبه لي لما كنت زيك يعني في نفس الوضع ده، انا كنت مبسوط بالاجازه اكتر من اللي هم رايحين الجامعه، والله العظيم. اصل ليه هنكد على نفسي؟ انا ليه هنكد على نفسي؟ انا قاعد بذاكر ليا سنه وخلاص، اجازتي جات. يعني هي الاجازه دي لينا كلنا، ايا يكن بعد الاجازه دي كل واحد هيروح فين، دي اجازه دي بتاعتي، تمام. فمش هنكد، يعني انا متنكد عليا طول السنه اللي فاتت، كمان هنكد على نفسي في كام يوم دول. مش عايزك تفضل نجدان كده ومتضايق طول فترة الأجازة. يا عم افرح. والله أنا كنت بجهز شنطة سفر، يعني لما كنت قد كنت بجهز شنطة سفر إن أنا عايز أمشي، يعني عايز أسافر، عايز أروح بحر، أروح أي حتة، وأيا يكن ما رحتش حتة يعني، بس بس كنت بحاول والله. بعد ما جهزت الشنطة يعني الرحلة اتلغت، تمام. علشان لو تسألني أمال كنت بتجهز الشنطة ليه؟ غير إن أنا كنت بقول لنفسي برضه حوار التأجيل ده، قبل ما أجل أنا كنت مصور فيديو لنفسي في اليوم اللي أنا قررت إن أنا أجل فيه. صورت فيديو لنفسي كده على التاب ده، بس مش هوريلك الفيديو، ممكن أوريلك بعدين يعني. بفكر بقول فيه إن أنا واخد القرار ده بمحو إرادتي تماما، أنا اللي قررت قرار زي ده، أنا مش هزعل مهما حصل. أنا ما لو وكنت بقول لنفسي في الفيديو إن أنت لو زعلت مستقبلا على إن أنت أجلت، افتكر إن أنت لو رجع بيك الزمن تاني للسنة دي ولليوم ده تاني، أنت هتختار إنك تأجل برضه. فطالما انت اخترت اختيار وقررت قرار من نفسك، انت محدش اجبرك على حاجه، محدش قالك حاجه، انت مقرر ده من دماغك. يبقى طالما انت عملت كده، فيبقى انت المفروض ما تكونش زعلان في اي وقت من الاوقات. غير ان نفكر معاه بطريقه تانية. معلش، هو يعني الطريقه اللي كنت بفكر بيها التانية، هو حلمي ما يستاهلش ان انا اديله سنه تانية اجرب. وكنت بقول لنفسي برضه ممكن بعد السنه التانية دي على فكره انت ما تجيبش حاجه برضه، ممكن بعد السنه التانية دي انت ما تجيبش حاجه، ولكن انا مش هستخسر في حلمي ان انا اديله كمان سنه اجرب. حتى لو ما جاتش بحاجه، حتى لو ما جاتش بنتيجه، حتى لو انا عايز ادي لنفسي سنه كمان اجرب، احسن ما اخش كليه انا مش عايزها، انا مش طايقها من البدايه، وممكن اخد سنه فيها واحول لان انا مش طايقها. طب ما هو كده كده في يعني في احتماليات تانية كتير ان انت تضيع سنه برضه في الكليه مثلا وبتاع. يعني انا في ناس والله يا جماعه راحت خاص،
يعني في 2021 على سنتي راحت خاص، يعني راحت كليه خاص. بعدها بسنه حولوا من الخاص، يعني تقريبا سقط ولا عملوا ايه، معرفش عملوا ايه، ورجعوا تاني عندي في الجامعه في كليه عاديه خالص. رجعوا الكليه، يعني الفكره كلها ان في سنه راحت. تمام. ففي حاجات كتير قوي ممكن تودي سنه من عمرك، فليه ما استثمرش السنه دي في ان انا اضيعها من عمري، او هي ما اسمهاش ضايعه من عمري يعني، او ليه ما اوديهاش، ما استغلش السنه دي في ثانويه عامه. يعني انا كان تفكيري مثلا، افرض انا دخلت مثلا كليه من الكليات اللي سوق العمل بتاعها ضعيف، ومش هنقول اسماء كليات علشان ما حدش يزعل. لو دخلت كليه من الكليات اللي سوق العمل بتاعها ضعيف، بعد ما اتخرج من الكليه 4 سنين واتخرج من الكليه، هتفضل قاعد في بيتك سنه، سنتين، 3، مش لاقي شغل، مفيش شغل اصلا. فالسنين دي اسمها ايه؟ دي بقى بجد اسمها سنين ضايعه، انت ما بتعملش حاجه فيها. فكان تفكيري كده وانا باخد قرار التأجيل، كان تفكيري كده، طب ليه ما اديش، طب ما بدل ما اضيع 3 4 سنين بعد ما اتخرج في كليه ملهاش سوق العمل بتاعها ضعيف او ايا يكن من الحاجات دي، طب ليه ما استغلش ده في ان انا ادي ثانويه عامه فرصه كمان، في ان انا احاول اوصل لحاجه اعلى، او لحاجه بعد ما اتخرج تخليني اشتغل على طول، مش استنى ان انا مش لاقي شغل وسوق العمل ضعيف وكل الكلام ده. وكنت برضو حاطط في دماغي ان ممكن بعد ما انت تاخد السنه التانية ممكن ما تجيبش مجموع وترجع تاني للكليه اللي سوق العمل بتاعها ضعيف وكل الكلام ده. ف يعني اللي كان ردي على حاجه زي دي ان انا هدي برضو لحلمي فرصه كمان. يعني انا هجرب برضو، يعني طالما لسه في فرصه فانا هدي الفرصه دي لحلمي وهجرب تاني ومش هيفرق معايا حد. غير ان حوار بقى اصحابك رايحين الكليه وانت مأجل، لا خلي في ايدي، اصحابك رايحين الكليه وانت مأجل بقى، كل اللحظات دي انا ما كانتش فارقه معايا خالص، بجد خالص. معلش يعني، هو اللي راح الكليه قبل ده هيتخرج يبقى رئيس جمهوريه يعني، هيبقى سفير؟ انا حاليا كنت في سنه اولى يعني، لان خلصت اولى ودخلت تانية حاليا، احنا في الاجازه. يعني وانا في اولى، انا في اولى كليه، صحابي الطبيعيين اللي كانوا معايا من اول ما بدانا دراسه من حضانه في سنه تانية كليه. ايه الفرق؟ والله بجد ايه الفرق؟ هم اصلا في كليات وانا في كليه، يعني كل واحد فينا في كليه، فاهم؟ فمش هتفرق ايه فرق السنين، غير ان في ناس في كليات 4 سنين، في ناس في كليات 5 سنين، في ناس في كليات 7 سنين، فاهم؟ كده كده في التخرج كلنا هنتخرج في اوقات مختلفه اصلا وفي مواعيد مختلفه. غير ان انا مش هينفع اركز مع حد، يعني انا ما مش هينفع اركز مع حد ليه؟ لان كل واحد ليه طريق مختلف عن التاني تماما. ممكن في ناس تشتغل من وهي في الكليه، ممكن وتبدا حياتها من وهي في الكليه، وترسم طريق اكبر بكتير من واحد دخل كليه من اللي احنا بنقول عليهم كليات قمه، الكليات الكبيره. وفعلا في واحد من صحابي على فكره بدا حياته بدري، وهو في كليه عاديه جدا على فكره، من الكليات اللي انتوا شايفين ان هي كليات ما مجموعها قليل بقى والكلام ده. عايز اقول لك ان حته زي ديت هي مش بتعتمد على مين دخل الكليه بدري، مين هيتخرج من الكليه بدري. مش شرط عشان تبدا حياتك وتبدا شغل وتبدا تجيب فلوس من الاخر، تمام، انك تستنى لحد ما تتخرج من الكليه. لا، انت لما تخش الكليه تدرك ان انت عندك مساحه، والدنيا اتفتحت لك لحاجات تانية كتير تقدر تجربها. انت في الكليه بيبقى عندك، يعني على حسب الكليه انت هتخشها برضه، بس يبقى عندك وقت ويبقى تفكيرك نضج وكبر اكتر، ومعرفتك لناس اكتر في الكليه او في الناس بقى الجامعه الكبيره قوي دي، هتتعرف على ناس اكتر، هيفتحوا مخك على حاجات اكبر، هتقدر تبدا شغل بطريقه اسرع يعني من ان انت تستنى التخرج. من الاخر بص لحوار انك اجلت سنه ده، ان انت بتدي حلمك فرصه كمان، انت بتدي حلمك فرصه كمان. والله الفرصه دي كان حلمي جه في الفرصه دي، الحمد لله انا اديت لنفسي فرصه كمان، والحمد لله عرفت استغلها، والحمد لله ربنا كرمني. والله ما جاش يعني ما جبتش مجموع في السنه التانية، انا على الاقل اديت لنفسي فرصه، بعد كده فلتكن اراده الرب زي ما بيقول. بس افرح باجازتك، انت دلوقتي في اجازه زيك زيهم عادي خالص. بالعكس انا والله اجازتي كانت ممتده اكتر. انا بدات السنه التانية امتى؟ بدات السنه التانية تقريبا في شهر 12. انا كان معايا عربي وانجليزي وكنت مذاكرهم في السنه الاولانيه. بص علشان ايه؟ عشان تشوف الاختلافات، انت تشوف هتبدا امتى. انا بدات في شهر 12 تقريبا،
لان انا كنت مذاكرهم قبل كده، وكان الموضوع، وكنت عامل ملخصات للمواد ديت. يعني العربي ده كنت عامل له كشكول قد كده ملخصات ليه، فكنت بذاكر منه اصلا لما بدات المذاكره، فخلصت المنهج بسرعه، بدات اراجع واحل بعد كده. المهم يعني، واجازتي كانت اطول منهم. هم بداوا كليه في شهر 10، انا بقول لك استمريت ل 12 قاعد بسمع مسلسلات وبلعب وبروح وباجي، ما ودنيتي واسعه قوي. يعني انا كنت مستغل الموضوع ده جامد بصراحه، كنت مبسوط، كنت بعمل كل حاجه. يعني كانت اجازه سعيده، والله كانت اجازه سعيده فعلا. بس فما تعكننش على نفسك. كده كملنا 10 دقايق، انا مش عايز ازود عليك ونطول. بس ده كل اللي انا كنت عايز اقوله لك. ما تنكدش على نفسك، انت في اجازة حاليا، فاستمتع بالاجازة بتاعتك، وما تخليش حد ينكد عليك، ما تخليش حد ينكد عليك. وانا عارف انا قصدي مين بما تخليش حد ينكد عليك، وهم اهلك. تمام؟ عشان ما نزودش كتير في الكلام، هم اهلك، ما تخليهمش ينكدوا عليك. بص يا ابني، ما انا في اجازة، ما اللي هيعكنن عليك ما تردش عليه. هم اهلك وكل حاجة، بس احنا في اجازة، معلش، شغل شغل. بس ده كل اللي انا كنت عايز اقوله لك. قوم بقى شوف هتخرج ولا هتروح فين النهارده. يلا سلام.